السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أولياء أمور طلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي، النهاردة إن شاء الله معادنا مع عرض منهج اللغة العربية للصف الأول الابتدائي الترم الثاني. تعالوا كده نشوف مع بعض المنهج شكله عامل ازاي، وكمان نشوف طريقة كتاب الباهر في عرض محتوى المنهج عاملة ازاي. أنا بتكلم طبعا على طبعة 2022، سعر الكتاب 53 جنيه وعدد صفحاته. تعالوا نشوف كده مع بعض عدد صفحات الكتاب 272 صفحة. طبعا كتاب الباهر بتصريح وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. طيب تعالوا نشوف كده الكتاب بيعرض المنهج بشكل عام ازاي. اول حاجة اللي هنلاحظها ان الكتاب بيراجع على كل ما تم دراسته اثناء الفصل الدراسي الاول. تمام، شايفين طبعا المراجعة شكلها عامل ازاي، بيراجع على كل اجزاء الفصل الدراسي الاول، بحيث لو طبعا فترة الاجازة الطفل نسي حاجة هنا كده ننقذ ما يمكن انقاذه زي ما بيقولوا، ونبدأ نراجع له على كل اجزاء الترم الاول. وطبعا المراجعة دي بتكون في حدود 16 صفحة. تمام، بعد كده نبدأ في المحور الثالث على طول، لان احنا طبعا درسنا الترم الاول المحور الاول والثاني. هنبدأ بقى في الترم الثاني بدراسة المحور الثالث والرابع. المحور الثالث عندنا بعنوان كيف يعمل العالم. طب الموضوع الاول بعنوان ايه؟ الموضوع الاول بعنوان الطبيعة. طبعا هنشوف الدروس شكلها عامل ازاي، ولازم تعرف ان كل موضوع بيبتدي بقصة استماع او القصة المشتركة. طب ايه هي القصة دي؟ هي المفروض ان القصة دي حضرتك بتقرأها لابنك، والهدف منها هو توضيح الفكرة الرئيسية التي يدور حولها الموضوع، وكمان تعزيز مهارة الاستماع للغة العربية. طيب ايه هي مهارة الاستماع؟ مهارة الاستماع مهمة جدا. اول حاجة الطفل بينتبه للي بيتكلم، تاني حاجة بيحاول يستخلص ويفهم المعاني من خلال السياق العام. طب ايه تاني؟ وكمان بتنمي عنده مهارة احترام الاخرين. لما حد يكون بيتكلم لازم هو ينصت الى هذا الكلام ويحاول يفهمه. تمام. طيب التركيز برضو بينمي مهارة التركيز. طبعا مهارة الاستماع بتنمي مهارات كتير جدا لدرجة التفكير الإبداعي، لأن انت وانت بتقرأ القصة هو بيبدأ يتخيل وبيفكر ازاي شخصية القصة بيتكلموا مع بعض. فما نستهترش بقصة الاستماع، لأن قصة الاستماع فعلا بتنمي مهارات كتير جدا عند الطفل. تمام. فهنلاقي مثلا ان القصة المشتركة هنا عندنا بعنوان أحلام عالية. هي طبعا بتبقى قصة بسيطة كده ومناسبة لسن طفل في أولى ابتدائي لسه، شايفين طبعا. والكتاب طبعا هنا بيدعم لك القصة بالصور زي ما انت شايف، وبعدين بيبدأ يجيب لك بقى قاموس الباهر، الكلمة ومرادفها الكلمة ومضادها الكلمة وجمعها الكلمة ومفردها. تمام. بعد كده بيعمل تدريبات على الدرس. تدريبات بقى يعني لازم نهتم جدا بكثرة الأسئلة المقدمة للطفل في المرحلة دي، لأن ده جزء مهم جدا من تعليم الطفل اللغة العربية، ان هو يتدرب ويكتب بإيده ويتعلم بعض الأساليب والتراكيب والظواهر اللغوية زي ما احنا شايفين كده. مثلا هذا وهذه أسماء الإشارة للمفرد المذكر والمفرد المؤنث. تمام. طبعا الظواهر اللغوية والأساليب والتراكيب دي مهمة جدا. شايفين طبعا كمية الأسئلة قد ايه، لأن هتبدأ تستمر معاه لحد سنة رابعة، وبعد سنة رابعة كمان هنبدأ بقى هنا كده ندرس المد بالألف. نبدأ نعلم الطفل في الدرس ده المد بالألف، وإيه هي الكلمات الممدودة بالألف، وشكل المد بالألف شكله عامل إزاي. وبعدين بنقدم له تدريبات على درس المد بالألف زي ما احنا شايفين. تدريبات بقى كتير وشاملة كل أجزاء الدرس اهو. وبعد كده بناخد ضمائر المتكلم أنا ونحن للمفرد طبعا وللجمع. بعد كده براكتس على هذا الجزء. بعد كده بندرس نشيد الكون المشرق. بنعرض النشيد وبنعرض أهم الكلمات، القاموس طبعا بتاعنا، قاموس الباهر، الكلمة ومرادفها الكلمة ومضادها الكلمة وجمعها الكلمة ومفردها. بعد كده براكتس أو أنشطة طبعا تدريبات على الدرس. بعد كده عندي القصة الموجهة، ودي بتبقى موجودة في نهاية كل موضوع. احنا قلنا المحور بيتكون من 3 موضوعات، كل موضوع بيبتدي بقصة استماع وبينتهي بقصة موجهة. طيب القصة دي المفروض ان الطفل يقرأها بنفسه، لان طبعا معظم الكلمات الموجودة فيها هتلاقيها اتكررت في الدروس السابقة. تمام. وكمان بالاضافة ان احنا ممكن كمان نحاول نملي الطفل هذه القصة، لانها اساسا بتتكون من بعض الكلمات البسيطة زي ما احنا شايفين كده.
تمام. والكتاب طبعا موفر مجموعة من الصور التوضيحية للقصة، وموفر لك كمان الكلمة ومرادفها، الكلمة ومضادها، الكلمة وجمعها، الكلمة ومفردها، وهكذا، وبعدين أنشطة على هذه القصة. بعد كده بيبدأ بقى يعمل لك تدريب على الموضوع الأول كله. بعد ما الموضوع بينتهي بيبدأ يعمل لك تدريبات كتير على الموضوع الأول، وبيبتدي في الموضوع الثاني. وزي ما اتفقنا إنه هيبتدي بقصة استماع بعنوان الورق، وهينتهي برضو بقصة موجهة، بس القصة دي استماع، يعني لازم الطفل يسكت كده وينصت ليك وانت بتقرأ القصة، وبعدين تبدأ تسأله بقى في الكلمة ومعناها، والكلمة وعكسها، والكلمة وجمعها، والكلمة ومفردها، ولو معرفش طبعا هنساعده من خلال قاموس البهرة. بعد كده أنشطة زي ما احنا شايفين، وبعدين هندرس في الموضوع ده المد بالياء. المد بالياء من خلال طبعا درس فيه كلمات كتيرة ممدودة بالياء، واحنا عرفنا طبعا ان المد بالياء هو صوت مش حرف. وهنعلم الطفل ازاي يحدد الحرف الممدود، وهيبدأ يحلل الكلمات الى مقاطع صوتية. تمام. وتدريبات طبعا كتير زي ما احنا شايفين، واحنا طبعا اتفقنا ان التدريبات هي اهم حاجة نقدر نقدمها للطفل في هذا السن. تمام. تدريبات طبعا متنوعة. وبعدين هناخد المد بالواو، وطبعا المد بالواو هو صوت وليس حرف. تمام. اهو تدريبات كتير. وبعدين هنبدأ ندرس ضمائر الغائب، هو للمفرد المذكر وهي للمفردة المؤنثة، وهناخد طبعا أنشطة على الجزء ده من الدرس. وبعد كده هناخد درس التاء المربوطة، ازاي تقدر تفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة وانت بتكتب الكلمة. تمام. طبعا درس مهم جدا، ومهم جدا انك تعرف امتى تكتب التاء مربوطة وامتى تكتبها مفتوحة، وكل ده طبعا مشروح بالتفصيل في الكتاب. طيب بعد كده عندي المذكر والمؤنث وتدريبات على المذكر والمؤنث. كل دي حاجات مهمة جدا جدا لازم نهتم بتعليم الطفل هذه الأساليب والتركيب والظواهر اللغوية، علشان دي طبعا مستمرة معانا طول السنوات القادمة. بعد كده هناخد نشيد أنا إنسان، وهناخد القاموس بتاعنا اللي هو الكلمة ومرادفها، الكلمة ومضادها، الكلمة وجمعها، الكلمة ومفردها، وأنشطة على الدرس. كده هناخد القصة الموجهة في نهاية الموضوع الثاني بعنوان أصل الكتابة. وطبعا القصة دي زي ما قلت لك الطفل هو المفروض انه يقرأها، وكمان هنحاول نمليه بعض الكلمات الموجودة في القصة، او لو امكن املاء الطفل القصة كاملة، ده هيكون حلو جدا وهيعلم الطفل حاجات كتيرة جدا. طبعا هو مش اساسي الاملاء، ولكن انا بقول لك الجزئية دي مهمة علشان نتأكد ان الطفل فعلا قدر يستوعب الدروس اللي احنا خدناها قبل كده، زي المد بالالف، المد بالواو، والمد بالياء، وكمان الحركات القصيرة، الفتحة والكسرة والضمة، كمان الحروف الساكنة. تمام. بعد كده عندي أنشطة. تمام. أنا هعرض لكم الدروس كلها صفحة صفحة كده علشان نشوف الدروس بتاعتنا شكلها عامل ازاي، وكمان الكتاب بيعرضه بشكل عامل ازاي. عندي بقى المحور الرابع كده، المحور الثالث خلص، وطبعا شفنا تدريبات كتير عليه قد ايه. وهنبدأ في المحور الرابع بعنوان التواصل، الموضوع الأول بعنوان أعبر. طيب هنبدأ بالقصة المشتركة اللي احنا اتفقنا طبعا ان هي هتبقى موجودة في أول كل موضوع، ودي انت بتقرأها لطفلك وبننمي عنده مهارات الاستماع. وبعد كده أنشطة على قصة الاستماع. طيب بعد كده هناخد الشدة طبعا مهم جدا ان الطفل يتعلم يعني ايه شدة، وامتى نحط الشدة على الحرف، وتدريبات طبعا على درس الشدة. طبعا تنظيم الكتاب وعرضه للدروس اختلف تماما. كل الكتب عامة طورت جدا من طريقتها، وطورت جدا من عرض المناهج الجديدة. بعد كده في دراسة اللام الشمسية، وايه هي حروف اللام الشمسية، وكمان اللام القمرية. طبعا درس سهل جدا ومشروح بطريقة حلوة جدا. وكمان هنبدأ نقدم تدريبات للطفل زي ما احنا شايفين. بعد كده هناخد درس جديد وهو درس التنوين بالفتح. طبعا شايفين ان مركزين على الاساليب والتراكيب والظواهر اللغويه وطريقه الكتابه بالتشكيل. طبعا دي حاجه كويسه جدا. اهو انت وانتي، دي طبعا ضمائر المخاطب للمفرد المذكر والمؤنث. تمام. هنبدا بقى هنا في برضو عرض بعض التدريبات للطفل.
وهنبدأ بعد كده في درس جديد وهو كيف تضع سؤالا. وفي الدرس ده هيبقى عندنا هدف معين وهو ازاي نعرف الطفل مكونات السؤال، وكمان ازاي ان الطفل يميز ادوات الاستفهام. هيستخدم اي اداة استفهام مع اي سؤال، هيسأل عن اي حاجة ازاي هيقدر يوظف كل اداة استفهام مع الشيء اللي بيسأل عنه. بعد كده هناخد التنوين بالضم. والله انا بجد مستمتعه جدا بالدروس، الدروس حلوه جدا، وده ما يمنعش ان الدروس تقيله ومحتاجه دراسه كويس جدا ومحتاجه تدريب كويس جدا، ولكن الطفل المتاسس مش هيحس باي صعوبه في هذا المنهج. طيب طفلي مش متاسس مفيش اي مشكله، احنا لسه قدامنا وقت طويل، والكتاب اهو فارد لك الشرح بشكل حلو جدا. المنهج بتاعنا حلو وبيشرح لك كل جزئية بشكل بسيط. ولو الطفل مش متأسس نقدر ان احنا نأسسه، لسه قدامنا وقت، ولسه الطفل في سنة اولى، قدامنا اولى وتانية وتالتة مفيش امتحانات، نقدر ان احنا نأسس الطفل في هذه المرحلة. بعد كده هناخد درس المفرد والجمع. طبعا انا يعني شغالة تقليب كده في الكتاب وانا بتكلم علشان تشوفوا طريقة عرض الكتاب واحنا بندردش مع بعض. بعد كده هناخد نشيد مع أصحابي، وكمان قاموس الباهر، الكلمة ومرادفها وعكسها ومفردها وجمعها. بعد كده عندي تدريبات على الدرس. القصة الموجهة في آخر الموضوع بعنوان السيرك. طبعا القصة دي الطفل هو اللي هيقرأها، وكمان هنحاول نمليها له. وقاموس الباهر على القصة الموجهة، وأنشطة في آخر الموضوع. الأنشطة دي بتبقى عبارة عن مجموعة كبيرة من التدريبات والأسئلة زي ما احنا شايفين، أسئلة كتير جدا جدا جدا. بعد كده الموضوع الثاني بعنوان أتفاعل، وبنبدأ فيها بقصة برضو، قصة استماع أو قصة مشتركة بعنوان فكر أولا. تمام أهو شايفين طبعا بتتعرض بشكل عامل ازاي، الأسئلة عليها عاملة ازاي. وبعدين هنبدأ ندرس بقى الفعل الماضي، وهناخد تدريبات على الفعل الماضي وكمان الفعل المضارع، وتدريبات على الفعل المضارع اهو، تحليل الكلمات الى مقاطع صوتيه. وهناخد اسم الاشاره هؤلاء، وهنا ما بين الجمع العاقل والجمع الغير عاقل، وده طبعا بيوضحه الكتاب عندنا. وعندي اسئله على هذا الجزء. بعد كده التعبير عن الصورة بجملة، هيجيب لك صورة وازاي تكتب جملة على الصورة، وده طبعا بداية لتعليم كتابة موضوع التعبير بشكل مبسط جدا جدا للأولاد. تمام. بعد كده هنكمل تدريبات زي ما احنا شايفين على الموضوع الثاني، وكل دي تدريبات وأسئلة زي ما احنا شايفين. وهنبدأ في درس جديد وهو نشيد أصحاب في القلب. تمام. هنشوف القاموس بتاعنا، الكلمة مرادفها، الكلمة مضادها، الكلمة وجمعها، الكلمة ومفردها، وبعدين أسئلة على الدرس. وبعدين هناخد بقى في نهاية الموضوع الثاني القصة الموجهة بعنوان صداقتنا أهم. تمام. بعد كده أسئلة على القصة الموجهة، أسئلة كتير طبعا زي ما احنا شايفين. وبانتهاء الموضوع الثاني بينتهي معانا المنهج بتاعنا. وبعدين بيبدأ الكتاب يجيب لك مجموعة من التقييمات أو الامتحانات على المنهج كله بقى، التقييم الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. وبكده ينتهي معانا المنهج بتاعنا، وينتهي معانا عرض كتاب الباهر في اللغة العربية للصف الأول الابتدائي الترم الثاني. أتمنى أكون قدرت أفيدكم. أستودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.